لحظة كده واحنا قدام المراية وبنسرح شعرنا بتلاقي شعرك وقع كله في الفرشة. احنا كستات ساعتها بنحس ان في فعلا حتة من قلبنا بتقع مع كل شعراية بتقع. في ستات بتقعد تعد الشعرات اللي وقعت منها، وفي ستات بتنزل وبتضحك قدام الناس وترجع البيت تقف قدام المراية وتبتدي تسأل نفسها: هو أنا تعبانة؟ هو أنا كبرت؟ ولا في إيه؟ في حاجة غلط؟ كم مرة حسيتي إن أنوثتك بتتسحب واحدة واحدة من غير ما تاخدي بالك منها؟ كم مرة فتحتي الانستجرام وشفتي صور البنات واتفرجتي على الممثلات وبدأتي إنك تقارني؟ كم مرة فكرتي تشتري اكستنشن أو باروكة، أو نزلتي رافعة شعرك وعملتي بان في الشعر ولابسة كاب عشان بس ان انتي تداري الفراغات اللي موجودة جوه شعرك؟ وده طبعا من تساقط الشعر. وفكرة الشكل تساقط الشعر ده سؤال بيتسأل جوانا: هو انا لسه حلوة ولا في حاجة غلط؟ دي مرايتي، والنهاردة حكايتنا هتكون عن تساقط الشعر. منورانا النهارده دكتور سارة محي، مدرس الأمراض الجلدية. دكتور أهلا بيكي، منورانا. اهلا بيكي يا فرح، ازيك؟ عامله ايه؟ أهلا بيكي يا دكتور. وطبعا في البداية عايزة على طول أسألك عن الثقة بالنفس، والبنات للأسف ثقتها بتتهز بنفسها بسبب الانسكيورتيز اللي بيمروا فيها بحياتهم. عايزة أعرف دكتور سارة مرت بإيه عمل لها انسكيورتيز قبل ما تدخل المجال؟ انتي قلتي حاجه مهمه قوي، ان التغيرات الهرمونيه اللي بتعدي بالبنت خلال الشهر فعلا بتأثر على نفسيتها او مثلا مودها، او بتخلي جواها insecurities معينه. ده موجود، بس في بنات بتبقى حساسه زياده عن اللزوم وبتتأثر بدرجه كبيره، وفي بنات بتاخد الامور لايتلي، وفي بنات بيبقى عندها، عارفه اللي بقول لهم، انتوا عندكم اعصار جوه مخكم، تفكير اوفر ثينكينج زياده عن اللزوم. ده انا وقع النهارده 10 شعرات، انا وقع النهارده وانا بستحمى لقيت الشعر كله نزل. فعلا ده بيحصل ان الطبيعي ان الشعر بيغير نفسه، بيقع حوالي من 100 ل 120 شعرايه بير داي. لو زاد عن كده فعلا بيبقى فيه مشكله صحيه، بقى بنبتدي ان احنا نعالجها. قابلتي نوعية البنات دي، نوعية البنت اللي تساقط الشعر بالنسبة لها مش مجرد ان الشعر بينزل، لا، هو شعر بيتساقط فبيسبب لي عدم ثقة بالنفس تماما كل يوم اكتر من 10-20 حالة عندهم نفس المشكلة. لأن احنا في الفترة الأخيرة خصوصا بعد كوفيد، يعني أتوقع أنا وزميلي كلنا لاحظناها بعد كوفيد، تساقط الشعر زاد بدرجة كبيرة، واحنا ما عدناش بناكل صحي زي الأول، فبالتالي ده بيأثر على صحتنا، ومفيش غذاء كويس بيوصل للشعر، فطبعا لا، التساقط بيزيد. وفي بنات، يعني انا افتكر في حالة عندي، انا قلت لها، انا كلمت لها حد دكتور زميلي نفسي تروح له، تخرج من عندي تروح له فعلا. لان الموضوع مأثر، يعني انا قلت دي هتطلع من عندي هتنتحر للدرجات دي. يعني بياخد منها جدا. هي بتقول طيب، انا روحي بتنزل مع كل شعراي. الموضوع مؤثر على نفسيتها قوي. البنات اللي بتاخد الموضوع في اتجاه تاني، يعني بتشوف ان ده اهمال منها، او في نفس الوقت ان هي كبرت خلاص، برضو من وجهة نظرك هل هو ده فعلا تقصير منهم ولا لا؟ اسباب تساقط الشعر كتيرة جدا جدا كتير، ومنها حاجات وراثية، منها حاجات مناعية، منها حاجات غذائية. كل الأسباب دي لما بتتجمع بتسبب تساقط شعر شديد. بس أنا دايما بقولهم هونوا على نفسكم، علاج تساقط الشعر بالذات بياخد مدة طويلة، مش محتاج من أول. هو في بنات بتتوقع أن أنا من أول بخة خلاص أنا ده شعر لسه بيقع، لا بالعكس، إحنا ساعات بنقولهم ما تتوقعيش أي تحسن قبل 3 شهور. علاج تساقط الشعر من 3 شهور ل6 شهور، ده أقل. عايز نفس عشان طبعا متابعة وهدوء ونفسية هادية. وقت مثلا انا بدرس في الجامعة، وقت الامتحانات ما فيش حد ما بيقوليش شعري بيقع. الستريس بتاع الامتحان نفسه والضغط النفسي والعصبي اللي البنات بيمروا بيه اثناء الامتحان طبعا بيؤدي للتساقط اكيد. جه الوقت يا دكتور سارة اللي هنكسر فيه المراية. كسري المراية دلوقتي
وقت ان احنا نكسر افكارنا الغلط ونكسر المراية اللي خلقت جوانا عقد كتير. العقد دي على فكرة مش حقيقية ومبنية على مجرد صور وعلى ترندات، وان احنا نفهم ان مش كل اللي بنشوفه على السوشيال ميديا ده حقيقي. في فلترز، في إضاءة، في مستحضرات تجميل، وحتى الاكستنشنز والبواريك، كل ده بيأثر. بس الأكيد ان الحاجات دي مؤقتة مش حلول. الحلول دي أبداً مش مهمة. لازم ان انت تدوري على الحلول العملية وحلول جذرية للمشكلة اللي بتعاني فعلا منها. كسري مرايتك واعرفي ان كل ده مش معناه ان شعرك وحش. الشعر محتاج دعم حقيقي، مش بس ان احنا نجري ورا حل سريع ومؤقت. علشان كده يا دكتور معظم البنات بتكون متسرعة قوي فتروح تحط اكستنشن او تحط باروكة في شعرها، وده طبعا بيسبب اضرار اكتر. تقولي لهم ايه؟ هو زي ما السوشيال ميديا ليها benefits وبنعرف منها حاجات، ليها شوية أضرار، ده جزء منه. اللي هي أنا بنبهر بالشكل، بنبهر بالصورة، بنبهر بالفلتر، ده مش صح. خلينا دايما عايزين الأعلى. طيب سؤالك إنه هل ده فعلا بيضر؟ طبعا بيضر نفسيتها، فشعرها بيقع زيادة، بيضر ثقتها بنفسها، فهي بتبقى إنسانة غير سعيدة. بيضر الاكستنشن on daily basis. في حاجات اللي هي المؤقتة وفي حاجات اللي بتقعد شهور، دي بتضعف الشعر ودي بتضعف الشعر. البنات بقوا مثلا they do heat every single day، وده بيعمل physical burn للشعر، يعني بيحرق الشعر. دايما بتقولي لا ده انا بحس ان شعري مقصف. طبعا لان انتي بتعرضيه لاجهاد حراري شديد. الناس اللي بتلجأ لبروتينات وصبغات، واصلا انا عايزه اسحب لون عشان انا كل شهر عايزه ابقى متجدده. حلو التجدد لكن مش بالتدمير. يعني لا، احنا نقدر ان احنا مثلا نعمل صبغه طبيه او نستخدم منتجات نقلل طبعا الهيت خالص ونحط منتجات تساعد على التئام الروابط اللي اتكسرت نتيجه للصبغه والهيت. بمناسبه المنتجات، السوشيال ميديا برضو مش بس بتخلي البنات تمشي ورا ان هي تعمل شعرها تعرضه للسخونيه او تعمل اكستنشنز والحاجات اللي عماله تطلع جديده طبعا في تركيبات الشعر، لكن كمان استخدام المنتجات الترندي، المنتجات اللي ملهاش اصل. انت مجرد بتستعملي المنتج ده عشان سمعتي عنه ان هو مكسر الدنيا. طب نتيجته عامله ازاي؟ اضراره عامله ازاي على الشعرايه؟ فبتقولي ايه للبنات اللي بتيجي تقولك انا استعملت كذا وكذا وكذا، فكل الحاجات دي حطيتها على شعرها وهي مش عارفه فعلا البرودكت ده كويس ولا لا؟ عارفه الفتره بتاعت الكوريين براندز اللي طلعت مره واحده يعني اجتاحت السوق المصري، فالناس ابتدت تشتريها بشراهه شديده. وعلى فكره ده جزء من السوشيال ميديا اللي هو بيحط في دماغنا فكره معينه، والفكره دي بتجو فايرل. في بنات فعلا اتأثرت طبعا، لان هو مش مناسب لطبيعة بشرتها، مش مناسب لطبيعة شعرها. في ناس استخدمت فاكرة مية الرز احنا دي اكتر فترة احنا كدكاترة جلدية بنشتغل فيها، لان الاضرار اللي وقع عليهم اكبر بكتير من البنفيتس. يعني مرة تصيب و10 تخيب. فلازم لا، مش كل ترند ينفع لكل البنات. يمكن انتي بشرتك مختلفة عن بنت خالتك، عن بنت عمتك، حتى لو كنتوا اخوات بشرتكم فعلا بتبقى مختلفة. فعلا هي دي اخطاء شائعة واخطاء منتشرة بشكل كبير جدا، ودي اللي اتكلمتي عنها يا دكتور ان هي من اهم الحاجات اللي فعلا ممكن البنت يعني تقع فيها او تأثر عليها بشكل كبير. عايزين نقول لكل بنت ان هي تعشق الهالة بتاعتها. اعشقي هالتك. مش كل ست فاضية تدخل في دوامة، ولا كل راجل هيستحمل تجارب كتير. علشان كده نوفيك عاملين الموضوع بشكل بسيط جدا، بشكل رائع وواضح. وطبعا الانتي هير لاس بروجرام من نوفيك شهر 1 وإزازتين. مش هنفكر كتير، هنفهم كل إزازة فيهم بتعمل ايه، بتأثر ازاي، بتفيدنا ازاي في شعرنا. والحقيقة بتفرق مع كل بنت وبتقلل تساقط الشعر يا دكتور سارة، وبتفرق كتير جدا. بروجرام بمنتهى السرعة بيفرق، وزي ما حضرتك قلتي لازم النفس الطويل. زي ما انتي قلتي
احنا بقى عندنا بروجرام كامل. البروجرام ده منقسم لحاجتين: حاجة تساعد على عدم تساقط الشعر بالشكل اللي توقفه على الأقل أو تقلله، والجزء التاني اللي بيساعد على زيادة كثافة الشعر ومساعد على الإنبات والتطويل كمان. ودي حاجة مهمة، بنات كتير قوي بتسأل عنها. أنا من ساعة ما قصيت شعري ما عادش بيطول تاني. فأنت كده تقريبا حليتي يعني جزء كبير من مشاكل البنات. طبعا علاج التساقط الوراثي ال FDA approved المينوكسيديل والفينسترايد واللو لايت ليزر، ولكن في ناس مش مناسب ليهم استخدام المينوكسيديل، فده ممكن يكون حل بديل لاستخدام المينوكسيديل، ان احنا نحسن الخلايا. وجود مواد معينة بتشتغل على الخلايا الجذعية، بتحسن التساقط بتاع الشعر، بتوقفه على الأقل. البروجرام بتاع الانتي هير لاس من نوفيك في ازازتين، عايزه اتكلم معاكي عن كل واحده فيهم وايه الفرق ما بينهم، وازاي كل واحده فيهم ليها يعني مهام تانية خالص وبتعمل حاجه مختلفه في الشعر. على حسب كل بوتل. في بوتل فيها سو بالميتو وفيها مواد اكتيف انجريدينتس عشان التساقط، وفي مواد تانية بتشتغل على الريدنسيل او الكوبر تراي بيبتايد، بتشتغل على زي ما قلنا الخلايا الجذعية او السكالب نفسها، ان احنا نعمل غذاء كويس للبصيلات، فالشعر اللي يطلع هيلثي. فاحنا بنستخدم التو بوتلز يوم بعد يوم، دي يوم ودي يوم. طب دكتور سارة، ممكن حد يقول طب ما انا استخدم ازازة واحدة بس، مش لازم ان انا استعمل الاتنين مع بعض؟ يعني البنات برضو بتخترع اختراعات مع نفسها بصراحة، تقولي لهم ايه؟ يعني هو بروجرام مع بعضه. برد الرد اللي انتي قلتيه، هو بروجرام مع بعضه، لازم نستخدمه لوصول لأعلى درجة كفاءة. احنا عايزين حاجة تقلل التساقط، وعايزين حاجة تانية تساعد على الإنبات وتعمل hair growth acceleration، يعني تساعد على التتقيل والتطويل. فاستخدام المواد الباطل اللي فيها الريدنسيل 3% والكوبر تراي بيبتايد، ودي نسب عالية تعتبر من الحاجات الفيري افكتيف في التساقط، واستخدام حاجات تانية بتساعد على الإنبات في الباطل التانية. فلا، أنا بنصح استخدام البروجرام كامل. طب لو بنات بتعاني من التساقط، وبرضو نوفيك من أهم البراندز اللي عندها شامبو مكمل، علشان لما تستعملي البروجرام كله يبقى برضو فيه شامبو بيساعد انه الشعر ما يقعش، ما يكونش فيه تساقط، هل نستعمل البروجرام كله مع بعضه بجانب الشامبو بتاع نوفيك؟ طبعا لأنه انتي في at the end انتي محتاجة تحافظي على البروسيس كلها، من اول الواشنج، من اول الترطيب، من اول التساقط، العلاج نفسه. ف the whole program would be an advantage. طبعا عايزة اتكلم معاكي بقى على طريقة الاستخدام، علشان الموضوع يكون بسيط وسهل لكل البنات تبقى عارفة بتستخدم الازازة ازاي. بوتل نمبر 1 يعني احنا بنقول لهم بالتبادل، يوم بوتل 1 يوم بوتل 2 على مدار 3 شهور، وفعلا النتائج لطيفة جدا وبتبقى ملحوظة ليها وللجميع، انه في خلال 3 شهور ان فعلا شعرها بقى اسمك شوي، شعرها بقى هيلثي شوي، الشوارع بقت حواري صغيرة. انا دايما بقول لهم الاكسبريشن ده، ان فروة راسها ما عادتش. طبعا هي محتاجة مدة في العلاج، ولكن بداية العلاج دي مهم جدا، هتخليها بقى تستمر، انها تشوف نتيجة تخليها تستمر لبقية الفترة. دكتور سارة، اكيد شفتي برودكتس كتيرة قوي بنات بتعاني وبتقولك مشكلة انه البرودكتس دي بتتحط في فروة الراس بس بتزيت. الحقيقة انه الانتي هير لاس بروجرام من نوفيك من اهم مميزاته انه مش بيزيت الفروة، يعني تقدر ان هي تحطه ومش لازم ان هي تصحى الصبح تغسل شعرها. دي الكومبلاينس بتاع البيشنت، اللي هو بيقولك ايه، انا بيزيت فمش هحطه. لا، طب ما احنا حلينا المشكلة دي، انه في البرودكت نوفيك صراحة مش بيوصل للدرجة دي خالص، بالعكس it's a light lotion، فبالتالي هما ما بيلاقوش المشكلة دي ان شاء الله بإذن الله. سارة نورتيني، بشكرك شكرا جزيلا، وبكده تكون خلصت حلقتنا. بس قبل ما نختم اوعدي نفسك بحاجة واحدة، انك
أبدا ما تقارنيش نفسك بحد. الترند مش هو المعيار. انك ما تفسريش تساقط شعرك انه تقصير منك، انت ما قصرتيش مع نفسك. اوقات الشعر بيقع علشان انت شايله اكتر مما تتحمليه، وان العنايه مش رفاهيه، العنايه دي دعم. حبي نفسك زي ما هي دلوقتي، وافتكري انك احسن نسخه من نفسك. اوعدي نفسك انك تبصي للمرايه وتقولي انا كفايه ولسه قويه وبحب نفسي، دي مرايتي. واحنا بنختار حلول تفهمنا مش حلول تزود قلقنا. شكرا مرة تانية يا دكتور سارة، نورتيني، بشكرك. انا انبسطت جدا معاكي يا فرح النهارده. ما تنسوش تتابعوا بودكاست مرايتي على كل منصات نوفيك، البودكاست اللي بيخلي كل واحدة تبص للمراية وتطلع أحلى ما فيها. ما تنسيش شعارنا دايما all you need is to adore your aura. باي.